السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم الشباكيه بدون دلك وبدون مجهود. كتجي هشيشه وشاربه العسل. غادي نحتاجو فيها كاس معامرش نتاع الزيت، غادي نزيد كاس معامرش نتاع الزبده مذوبه. بالنسبه للزبده كتخليوها حتى كتولي بحال هكا، يعني زبده نوازيت، كتحيد منها كاع يعني داك اللبن. صافي زدت كاس معامرش اللي كيكون تاع الجنجله مطحون مزيان، وكاس معامرش نتاع اللوز اللي كيكون مطحون بالقشره ديالو، معلقه كبيره نتاع النافع، معلقه كبيره نتاع حبه حلاوه، معلقه صغيره نتاع مسكه الحره مطحونه، معلقه صغيره نتاع القرفه. كنطحن كلشي في الخلاط تاع العصير. درت هنايا كيلو نتاع الفرينه كتغربلوها، زدت عليها الخليط اللي درت نتاع الزبده والزيت المهم اللوز. صافي هنايا كنخلط مزيان بيديا، خلطوا مزيان الفرينه باش تشرب لكم جميع المكونات. صافي هنايا كندير هاد العمليه. فاش كتلقاو العجينه كتجمع لكم، كتعرفوا بلي ان الفرينه صافي راه شربت السوائل. خليتها ليله كامله كتغطيوها، كتخليوها حتى الصباح. المهم في الصباح انا درت هنايا كاس نتاع مزهر في الاول، من بعد زدت الكاس الثاني، يعني خدات ليا 2 الكيسان، ودرت ضمان تاع الزعفران، وزدت 2 معالق كبار نتاع الخل ابيض. صافي درت مزهر باش يسخن واحد شويه. دابا غادي نزيد معلقه صغيره تاع خميره الحلوه، وغادي نزيد صفر بيضه. صافي كنزيد مزهر اللي سخنته مع الخل وضمان تاع الزعفران. المهم الا ما عندكمش هاد الضمان تاع الزعفران تقدروا ديروا ملون غذائي اولا ديروا زعفران شعره. صافي كنخلط وكنبقى نزيد شويه بشويه. مهم النصيحه اللي غنعطي لكم، ما ديروش مزهر يعني في مره واحده، كتبقاو تزيدوا شويه بشويه وانتم كتجمعوا في العجينه كتكون شويه قاصحه، ما كتكونش جاريه، باش تساعدكم وفي التشباك وكتجي الشباكيه ناجحه. صافي العجين كيكون بحال هكا. مهم انا العجينه راه ما دلكتهاش الصراحه، يعني راه ما فايتاش حتى 3 دقائق، راني غير جمعتها. كتقطعوها. صافي فاش كتشوفوها كتجي بحال هكا لداخل، تعرفوا بلي ان العجينه راها ناجحه. دابا غادي نسرحها. المهم انا قطعتها كويرات صغار. في الاول كنسرحها بحال هكا وكنطويها الشكل اللي كنديروا به مسمن، شكل مربع. المهم انا هنا راني صورت لكم جميع الطرق. بالنسبه لهاد الطريقه هذه نتاع الشباكيه، طريقه راه ناجحه وطريقه سهله صراحه، انا عجبتني بزاف، يعني غتولي المعتمده عندي، وان شاء الله غادي تجربوها حتى نتوما وغادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي هنايا راني درت العجينه في البلاستيك الغذائي، خليتها حتى ترتاح. ضروري تخليوها ترتاح واحد المده ديال ربع ساعه، حيت العجينه ديال الشباكيه شحال ما ارتاحت شحال ما عطات لكم النتيجه مزيانه. صافي هنايا كما شفتوا معايا انا دوزتها هنايا في الوراقه، دوزتها في الرقم 4 في الاول، من بعد دوزتها في رقم 8. المهم انا الشباكيه كنديرها شويه رقيقه. المهم نتوما والوراقه اللي عندكم يعني كيفاش، واش يعني على حسب الارقام اللي عندكم. انا رقم 8 راه هي اللي كتجي رقيقه. صافي عندي هاد القطاعه، حيدت ليها سميتو اليد وصافي كنضغط عليها بهذا الشكل. يعني الطريقه ديالها سهله صراحه، ماشي كيما الطابع نتاع الشباكيه او الجراره، يعني كتاخذ لكم وقت بزاف. بالنسبه لهذوك الجوانب اللي حيدتهم كنطويهم بحال هكا، كنديرهم لداخل في العجينه وكنطوي بهذه الطريقه، كنخليها على جنب. صافي غادي نوريكم الطريقه ديال التشباك، طريقه سهله بزاف. كتطيو بحال هكا وكتشدوا هاد القنوت كتضغطوا عليهم مزيان بيديكم باش ما تحلش لكم فاش تجيو تقليوها. غادي نعاود معكم واحده اخرى. صافي كتطيو بحال هكا، كتقلبوها، كتشدوا هذا كديروه هنايا، المهم كتضغطوا بيديكم. صافي انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. دابا غادي نقليها. درت الزيت خليتها حتى سخنات. صافي بالنسبه للزيت ضروري ما تكون يعني ما تكون سخونه. غادي نقليها. مهم فاش كتحطوها في المقله غادي تنقصوا عليها شويه باش ما تحرقش لكم.
فاش كتحطوها في الزيت راه كتبان لكم كتنفخ. صافي كان غير كتحمر لي كتاخذ ليا اللون الذهبي. كنحطها في العسل. بالنسبه للعسل ما زدت له حتى شي حاجه، والعسل كيكون بارد حيت الشباكيه كتكون حاميه والعسل كيكون بارد من احسن. صافي من بعد راه كتسخن حتى هي وكتبدا كتطلق عاوتاني. صافي انا غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي انا زينتها بجنجلان. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جات. كتجي هشيشه وكتجي شاربه العسل. الطريقه ديالها جد سهله وطريقه ناجحه 100%. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.